انا كنت برضع طبيعي وحبة كده، بس بعد ما وصل ابني شهر والصفرة موجودة اضطريت الغي الطبيعي. القصة المعتادة: الغي الطبيعي واديه صناعي. بقالي يوم على كده، قلبي واجعني بس خايفة من الصفرة، يا رب تنزل ويخف يا رب. ان شاء الله هيخف وهيبقى زي الفل. ووقفي الصناعي ورجعي تاني للطبيعي. والله 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 مش علاج الصفرة ان احنا ندي لبن صناعي. التوصيات كلها بتقول بنكمل رضاعة طبيعية. امراض بسيطة جدا اللي بنوقف فيها الرضاعة الطبيعية، وساعتها بيبقى البيبي مبهدل. هو مثلا مرض زي الجلاكتوزيميا، ده مرض في التمثيل الغذائي للطفل. اول ما ياخد لبن الام ما عندوش الانزيم اللي يفكك الجلاكتوز، بس بيحصل له صفرة وترجيع واسهال وما بينموش، وممكن يخش الحضانة والطفل متبهدل. انما صفرة 12 13، ماما طب يعني شدي حيلك ووقفي طبيعي وادي صناعي، الكلام ده يا جماعة بطل، والله ما بقى فيه كده. بنكمل